السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي أحبابي أعزائي، نبدأ حديثنا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا هتكلم النهاردة عن الإدارة في الأهلي والإدارة في الزمالك. عادة يا جماعة الأهلي بيربي كوادر إدارية في النادي. يعني تلاقي صالح سليم اتربى على ايد مين قبله؟ عبده صالح الوحش. جه صالح سليم حسن حمدي اتربى على ايد صالح سليم. جه الخطيب اتربى على ايد حسن حمدي، وهكذا. إداريا في تسلسل إداري بيتربوا ويتعلموا إدارة صح. نروح للجانب التاني نشوف الزمالك. هات لي واحد كادر مسك نادي الزمالك كإدارة، رئيس للنادي الزمالك، كان كادر في الزمالك وكان في الإدارة وتدرج إلى أن وصل بقى رئيس النادي. ده مش هتلاقيه موجود أبدا أبدا أبدا. ودي اللي أنا بقوله، إن الزمالك دايما فاشلين والأهلي دايما ناجحين في الإدارة. وإحنا شايفين أهو أن ليبو كان لاعب كرة يد أو كرة سلة، معرفش. مرتضى منصور راجل محامي، عمره ما لعب كورة، عمره ما لعب كرة قدم. كلهم كده، كل اللي بيمسكوا الزمالك ما لعبوش كرة قدم ولا كانوا في كادر الإدارة داخل النادي عشان يبقى عارفين النادي ودارسينه. وده الفرق يا جماعة، الفرق بين الأهلي والزمالك، الفرق بين السماء والأرض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.